احنا برضو احنا كسوق دراما، احنا خارجين من عصر المؤلف الواحد مم. اللي هو تأليف أسامة أنور عكاشة، مهم. تأليف وحيد حامد، تأليف. مهم. فالعصر ده كان ليه قوانين مم. وكده، وبدأ بعد الفضائيات وبتاع، فبدأ الدنيا تفك أكتر، وبدأ يبقى فكرة المؤلف اللي عنده قضية ما أو عنده شخصيات ما عاوز يعملها بدأت تفك، مم. وبدأ يغلب فكرة السيناريست أكتر منها المؤلف. مم. مم. فبدأ ده يخلق القوانين بقى بالتدريج، يعني عمالة تتخلق يعني أنت مثلا، أنت ضربت مثلا دلوقتي بظلم المصطبة، مم. لو انت مثلا قلت ظلم المصطبة ده اللي حصل فيه ده من 5 سنين او من 10 سنين، ما كانش هيحصل الاسامي بالمنظر ده، صح صح. كان هتبقى زي ما حصل لي مثلا في كان في ناس هتتظلم، اه. يعني كان هيبقى في ناس ما. انما انا اظن اللي حصل في ظلم المصطبة ده كان يعني مظبوط بالشعر بصراحه، اللي مم. عملها وظبطها بالشعر مم. فعلا. مم. لانه واعي، لانه يعني اللي عمل كده واعي ان كل واحد من السيناريستات اللي عدوا على العمل كان له دور مؤثر وحقيقي ومطلوب في المرحله اللي هو بالظبط كده، عملها فيها وعمل اللي عليه بالظبط كده. يعني. فده بقى يعني اللي حصل في ظلم المصطبة ده هو تراكم خبرات ما مم. بعد مم. السماوات المفتوحه، اللي هو الفضائيات، واللي هو ايه فكره اللي هي ايه، ان احنا مش مجرد مؤلف، لا ده في سيناريست، مم. والموضوع فيه حرفيه، ممكن يبقى واحد صاحب فكره وفي 5 مم. بيكتب